السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وسعادة وسلامة يا رب العالمين. طبعا بقى النهاردة جايبين لكم أكلة جميلة كده وخفيفة ولذيذة، وفي نفس الوقت برضو هتعجب ولادنا. معانا النهاردة مع بعض عاملين كفتة الفراخ. كفتة الفراخ النهاردة عاملينها بطريقة بسيطة وسهلة، ومش هتاخد معانا وقت خالص، وفي نفس الوقت يعني تغيير في الأكل بقى وكده. معايا طبق السلطة الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ومعايا العيش البلدي، وممكن تعملي معاها رز او مكرونة زي ما انت حابة بالظبط، يعني ممكن اللي انت حابة تعمليه اعمليه. بس احنا النهاردة حابين ان احنا ناكلها بعيش وسلطة بس. طبعا بقى معانا مقاديرنا النهاردة. اول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده انا معايا نص كيلو صدور فراخ. انا فرمتها في الكبة، فرمتهم ناعم شوية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط كده. طبعا الفراخ دي انا عملتها في الكبة، وفي نفس الوقت نعمتها قوي. ومعايا بقى بصلايه هنا انا عملتها برضو في الكبة وصفيت المية بتاعتها، يعني لان احنا هنحتاج مية البصلة دي بعد كده. ومعايا هنا حزمة بقدونس، طبعا مقطعاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا هنا البهارات بتاعت الكفتة، هي بهارات سهلة برضو زي ما انتوا شايفين كده. انا معايا طبعا هنا بهارات كفتة معلقتين كبار، ومعايا معلقة ملح، ومعايا معلقة كمون، ومعلقة بيكنج باودر، ومعلقة بابريكا، ومعلقة فلفل، ومعايا معلقة توم باودر. كل الحاجات دي معالق صغيرة، ما فيش غير بس بهارات الكفتة معلقتين كبار، عشان طبعا انتوا عارفين بهارات الكفتة بتديها طعم جميل جدا. طبعا كده البهارات بتاعتي هنا، والمكونات سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة. طبعا معايا مية البصل دي انا هركنها دلوقتي، هقول لكم هنعمل فيها ايه بعد كده، هنحتاجها بعد كده. معايا بقى المكونات البسيطة دي. طبعا هجيب بقى طبق كده وانزل بكل المكونات دي مع بعض في طبق واحد. معايا بقى هنا صدور الفراخ اللي احنا فرمينها. انا فرمها طبعا زي ما قلت لكم ناعم جدا اهو، ما خدتش وقت خالص، هما لفتين اتنين في الكبة وكانت مفرومة بالشكل ده. ومعايا بقى البصلاية دي انا مصفية طبعا المية بتاعتها، ما فيهاش مية خالص. وهنزل بقى بالبقدونس بتاعنا. وهنا بقى هنزل بكمية البهارات كلها. معايا هنا الكفتة ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص، يعني على طول كده سريع سريع بتتعمل، ما بتاخدش اي وقت. طبعا حطيت كل المكونات على بعضها، وهبدأ بقى ان انا اقلبها تقليبة كويسة جدا مع بعض، بحيث ان انا اخلي كله يمتزج مع بعض، لحد ما احس بقى ان الفراخ خلاص اندمجت مع كل المكونات دي، البهارات بقى والبقدونس كله بقى مع بعضه. هقلبهم تقليبه كويسه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، لحد خلاص ما احس بقى ان كله اندمج مع بعض. هي بقت بالشكل بقى ده كده تمام قوي. وعجنتها برضو كويسه جدا. هبدأ بقى ان انا المها كده مع بعضها بالشكل ده. معايا بقى طبعا هبدأ ان انا اغطيها بستريتش كده، وهسيبها حوالي ساعة. طبعا الساعة دي بتخليها تتشرب من التتبيلة بتاعتها كلها، وبتبقى طعمها جميل جدا طبعا. بعد الساعة بقى هبدأ ان انا اطلعها كده اجيبها. معايا بقى زي ما انتم شايفين كده دي حتة دهنة. الدهنة دي كانت في الفريزر عندي، فجبت بقى منها حتة كده وبشرتها.
عملتها على المبشرة فبقت قطع صغيرة كده. طبعا هقلبها بقى معاها تقليبة كويسة جدا، هتديها طعم جميل قوي قوي قوي، وهتدينا طعم الكفتة بتاعت الحاتي كده وريحتها وطعمها الجميل. معايا بقى طبعا صينية حطيت فيها ورق فويل. هبدأ بقى ان انا اجهز معايا العيدان بتاعتي دي، العصيان بتاعت الشيش. هجيبها طبعا انا حطيتها في مية مغلية عشان طبعا ما تتحرقش معايا في الفرن، وهبدأ ان انا اصبع عليها الكفتة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين بقى كده هبدأ اصبعها واحطها في الصينية بتاعتي. معايا طبعا الطبق اللي معايا ده فيه مية عادية خالص من الحنفية، ببل ايدي كده منها وابدأ ان انا اصبع. بتعملي بقى طبعا الحجم اللي انت عايزاه، بس انا كنت عاملاها يعني حجمها كبير شوية. خلصت بقى الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، بس كان في بقى واحد كده حطيته في جنبي يعني لوحده، ده كان زيادة على حجم الصينية يعني. معايا بقى هنا مية البصل. طبعا مية البصل بقى دي انا هستخدمها اعملها صوص كده معايا. هدهن بيها الكفتة بتاعتي بقى لما تدخل في الفرن كده شوية وتخرج، هبدأ ادهن منها، بتخلي كفتة حلوة كده وطرية. معايا طبعا هنا على مية البصل هحط معلقة صلصة كبيرة زي ما انتم شايفين كده. معايا هنا بقى تاني هجيب بقى هنا ايه، نص معلقة فلفل بالشكل ده. الصوص ده طبعا بيديها شكل وريحة ولون حاجة كده جميلة قوي. معايا هنا رشة ملح، معايا رشة سكر. هبدأ بقى اجيب هنا معلقتين زيت زيتون او اي زيت يعني عامة، يعني اي زيت عندك متاح يعني عندك تحطي منه، سواء بقى زيت زيتون او اي زيت تاني مفيش مشكلة. هنقلب بقى كل ده مع بعضه تقليبة كويسة كده، بحيث ان هو كله يتقلب مع بعضه كده ايه، يتجانس كله مع بعض. هقلب بقى كله كده بالشكل ده. خلاص كده بقى اتقلبت كويس جدا وبقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. طعمها طبعا يعني جميل قوي برضو، مية البصل مع الصلصة مع الزيت والفلفل والكلام ده كله بيديها طعم جميل جدا. طبعا حطيت الصينية بتاعت الكفتة في الفرن، خدت تشميعة كده بسيطة. طبعا احنا كنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200، حطينا الصينية كده حوالي 10 دقايق. خدت التشميعة كده الأول، وبعدين خرجناها بقى وهندهنها بالصوص اللي احنا عملناه. هدهن كله كده زي ما انتوا شايفينه. الصوص ده بيديها لون وبيديها طعم برضو حلو، وفي نفس الوقت بيخلي الكفتة بتاعتي بتبقى طرية ما بتبقاش ناشفة. هدهنها بقى كلها كده بالصوص، وهرجع ادخلها في الفرن تاني، وبعدين هرجع اقلبها وادهنها نفس الدهان ده على الوش التاني. هي كده بعد ما خرجت من الفرن بقت بالشكل ده. هي طبعا يعني الكاميرا مكبرة الصوابع شوية، بس هي طبعا في الحقيقة مش بالشكل ده قوي يعني. هي كانت اقل من كده بشوية. هي كده بقى شكلها الطبيعي زي ما انتم شايفين كده، بقت بالشكل ده. وطبعا مش عايزه اقول لكم على الطعم وعلى الريحه، كانت في منتهى الجمال. اهم حاجه بقى ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو كده ليكم يشجعنا. احلى عيله واحلى ناس، ربنا يخليكم يا رب. ويا ريت بقى الكفته بتاعتنا النهارده تعجبكم، ويا ريت تجربوها. الوصفه دي جميله جدا وما بتاخدش وقت خالص، وبتبقى حاجه جديده، وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده، طعم وريحه وحاجه كده حلوه من الاخر يعني. بقت معايا بقى الشكل النهائي ده.